أبو عبد الله أخ قصة، والقصة لأبو الرومي. نعم هذا. وأنت كاتب عليها قصيدة. نعم فعلا. يا ريت نسمعها. هذا واحد من الحسن عنده، المهم عنده ذود بعارين وعنده وليد بس واحد لوحده. المهم ما الله قسم له غيره. هاي وليد بعده صغير يقوم ويطيح وهذه، فمن يروح ابوه للنياق هذا ويفتر وهذه ويحلب الناقه، الوليد وياه ما يفارق ابوه. اي يوم من الايام الناقه رمحت الوليد هذا. مات بنفس اللحظه. احتار هذا بيش يعني بيش يعاقبها، شنو العقوبه يعني يسويها؟ هاي حيوانه حشا السامي يعني ناقه. المهم خلاها لمن ولدت ذبح ابنها قدامها. طبعا بعد فتره عقب ما قام الحوار يقوم ويطيح وهذه، هذا جانب عين امه سبحان الله. والناقه معروفه يعني بالعطف وهذه مضروب بها المثل. اي ظلت تحن. المهم السنه الثانيه نفس الشيء، هم لما ولدت هم لما كبر الحوار هم ذبحها. اي السنه الثالثه نفس الحاله، طاحت مكانها ماتت. يقولون حسب الروايات يقولون من ذبحها وطلع كبدتها لقاها مفطره. فانا كتبت على هذا الموضوع قصيده مرثيه طبعا ابني الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله ويرحم والديكم. يقول يا حنتي حنت خروج بالرومي، يوم انذبح قدامي يدرج ولدها، من زود حزني والعنا والهموم، ومن جور ميلات الليالي ونكدها، ضاعت هقاوي وقلت عزومي، والعين تبكي شوفتك يا سعدها، ما طاب لي زادي ولا طاب نومي، انشد على الراحه من اللي وجدها، ما غير اخلص بالتنهات يومي، عبره تفيض وعبرتهن من بعدها لليوم، منك ما لفتني علومي، والمقبره ما جاوبت مني شدها، ابكي على قبرك وارد محرومي، ولا في يدي حيله عشان احتمدها، يلي تقول اصبر وخلك كتومي، الصبر شد من سكره الموت ودها، يا الله يا رب عطوف الرحومي، ترحم ارواح محتويها لحدها، يا من لك عبادك تحج وتصومي، تلطف بنفس الله حضرها وعدها. سلامتكم. احنا طبعا ما نريد ندخلكم بالاجواء الحزينه، ولكن القصه اللي خلتنا ندخل بهذا الموضوع. والف رحمه لروح ابنك عبد الله. الله يحفظكم. طبعا عبد الله كان صديقنا وشاعر. الله يسلمك. طيب الله يرحمه. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. ولو احنا ما